الآن هل مسموح لصدام حسين أن يقول يعلن كل من صدام حسين وحافظ أسد التنازل عن الرئاسة أمام الشعبين العراقي والسوري ويجرون انتخابات ديمقراطية لمن هو مرشح بإشراف ممثلين عن العرب ككل، ومن يمثل صدام حسين ويمثل حافظ أسد معا يفرزون صناديق الاقتراع؟ هل مسموح هذا أكثر ديمقراطية؟ في عانى هذه المدينة العريقة نتذكر الماضي بكل جذوره العريقة، ونتذكر الماضي بكل مآسيه أيضا. العراق في الماضي يحمل من الذكريات الحلوة الشيء الكثير، والعراق يحمل في ماضيه أيضا من المآسي الشيء الكثير. كانت هذه مشاهد حصرية لفيديو للشهيد الرفيق صدام حسين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. لقد فقد العراق واحدا من أبرز قاداته، كان الحجاج وكان صدام رحمهم الله.